بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين الغيدق سبورت. أسئلة كتير عم تطرح عن المباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022، المباراة اللي راح يتواجه فيها المنتخب القطري الشقيق مع المنتخب الإكوادوري. موعد وتوقيت المباراة، القنوات الناقلة وحظوظ المنتخب والتشكيلة المتوقعة للمنتخب القطري. قبل ما ندخل بالتفاصيل بتمنى منك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، ما تنسى تدعمني بلايك وتكتب لي بكومنت توقعاتك للمباراة. طبعا بالنسبة للمنتخب القطري راح يواجه المنتخب الإكوادوري يوم الأحد بعد يومين. المباراة راح تكون على استاد البيت، راح تظن افتتاحية مونديال قطر 2022. بالنسبة لتوقيت المباراة راح تكون بتوقيت الساعة 7 مساء بتوقيت قطر وسوريا، والساعة 6 مساء بتوقيت السعودية ومصر. بالنسبة للقنوات الناقلة، بي ان سبورت المفتوحة وبي ان سبورت ماكس 1 و 2، ايضا قنوات الكأس القطرية راح تنقل المباراة على قناة الكأس القطرية اكسترا 1 و 2. طبعا بالنسبة للمنتخب القطري راح يدخل المباراة اكيد بكل فورمة وبكل عزيمة، والمباراة ليست بالمستوى الصعب، ليست كمواجهة المنتخب الفرنسي او الارجنتيني او البرازيلي. حظوظ المنتخب القطري امام المنتخب الاكوادوري برأيي عالي جدا، والمنتخب القطري اكيد قادر على تخطي المنتخب الاكوادوري وحصد اول 3 نقاط في المونديال. بالنسبة للتشكيلة المتوقعة برأيي سعد الشيب بحراسة المرمى. بالنسبة لخط الدفاع ورباعي الدفاع، اسماعيل محمد، بسام الراوي، بوعلام خوفي، وعبد الكريم حسن. يعني رباعي الدفاع اللي متميز ومنسجم اكثر بكل المباريات، يعني بشوف في انسجام عالي جدا بخط رباعي الدفاع. بالنسبة لخط الوسط، همام الامين، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم، وحسن هيدروس. حسن هيدروس طبعا من الاسماء المميزة جدا بالمنتخب القطري وبيحمل قيمة فنية وخبرة كروية عالية جدا، فوجوده شيء اساسي بالتشكيله، لان تشكيله كاس العالم تحتاج للاعبين خبره، لاعبين قائد على ارض الميدان، وحسن هيدروس برايي قائد على ارض الميدان وهو قائد في المنتخب القطري، لذلك وجوده قيمه عاليه ومهم جدا تواجد حسن هيدروس بالتشكيله الاساسيه. بالنسبه لخط الهجوم وثنائي الهجوم، اكرم عفيف المعز علي. المعز علي لاعب سريع جدا ومهاري وممتاز بالتصويبات القوية جدا من خارج منطقة الجزاء. أكرم عفيف ممتاز بالمراوغات والفنيات، وهو خصم يعني ومزعج جدا للخصوم لأنه بيحاول الاختراقات بشكل دائم، اختراق منطقة الجزاء، وبالتالي الخصم بيحاول ارتكاب الأخطاء على أكرم عفيف وتحصل أكرم عفيف على ركلة الجزاء أو الركلة الحرة. فهو لاعب مهم جدا من ناحية الفنيات والاختراقات، وقادرين على التهديف وعندهم حس عالي من التهديف. طبعا كل التوفيق لكل لاعبين المنتخب القطري بالمباراة الافتتاحية، واكيد كل المنتخبات العربية عم تساند المنتخب القطري، وكل الجماهير العربية راح تكون عم تساند المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية. اكيد هي مباراة فيها ضغط على كل لاعبين المنتخب القطري، لكن اكيد المنتخب القطري راح يتخطاهم ويتخطى الاكوادور ويحصد اول 3 نقاط بالمونديال. بتمنى كل التوفيق للمنتخب القطري الشقيق. العناب القطري قدها وقدود، واكيد راح يتفوق على المنتخب الاكوادوري. طبعا بالنسبه لتوقعاتي للمباراه، بتوقع المنتخب القطري يتفوق على المنتخب الاكوادوري بهدفين مقابل هدف. اكتبوا لي توقعاتكم لنتيجه المباراه، هي كانت اغلب التفاصيل اللي كنت حاب اخبركم فيها. انتظروا من فيديوهات جديده، وما تنسوني من دعمكم. تبقوا بخير وصحه وسعاده. السلام عليكم.